اسمعوني. ناس بتقول الفراعنة اخترعوا الكهرباء قبل آلاف السنين، وناس بتضحك وتقول مستحيل. لكن بين الحقيقة والأسطورة في سر اسمه النور الفرعوني. تعال نسمع الحقيقة من حسن فاروق على قناة رسالة ضمير. يا حسن، أنا عرفت السر. الفراعنة كان عندهم كهرباء قبلنا بآلاف السنين. كهرباء؟ يعني كانوا بيشحنوا الموبايل في الهرم ولا ايه؟ ما تضحكش. شفت صورة على الإنترنت فيها مصباح مرسوم على جدار في معبد دندرة، أهو دليل واضح. اكيد الصورة دي من جروب نظريات المؤامرة الفرعونية. يا عم سيبك من الضحك، أنت فاكرهم كانوا بينوروا المقابر إزاي؟ بالموبايل فلاش. استنى بس، تعال نفهم القصة صح بقى. الصورة اللي اتشهرت دي فعلا موجودة في معبد دندرة، وبتظهر شكل حاجة شبه المصباح، لكن العلماء بيقولوا إنها مش لمبة كهرباء. دي بترمز للثعبان المقدس داخل زهرة اللوتس، رمز الخلق والنور في الأسطورة المصرية. دي حضارة قديمة جدا، ودي رموز الكتابة بتاعتهم. وبدل ما يكون عندهم سلك وكهرباء، كانوا بيستخدموا مرايات نحاسية تعكس ضوء الشمس داخل المقابر علشان ينوروا جوه. دي صور من تجربة جامعة أوروبية أظهرت كيف بيتم عكس الضوء في الممرات الفرعونية. يعني مفيش كهرباء ولا بطارية هرمية ولا حتى شحن تايب سي يا معلم، بس في علم وفكر وعبقرية هندسية خلت العالم لحد النهاردة محتار. اللي بيخلينا نحترم الفراعنة مش إنهم اخترعوا الكهرباء، لكن إنهم قدروا يسيطروا على الضوء نفسه بدونها. وده بيفكرنا إن المعرفة مش دايما في الأدوات، أحيانا في الفكر. يعني فهمت كده، الكهرباء الحقيقية كانت في دماغهم مش في الحيطة. النور اللي جواهم مش اللي في السلك. تابعنا للحلقة الجاية لما نعرف هل فعلا الأهرامات اتبنت بيد المصريين ولا بالفضائيين. أعزائي المشاهدين، أشوفكم على خير الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.